ان شاء الله يعني بطولة الكاس دي هتكون بداية البطولات في الفترة اللي جاية ان شاء الله. موضوع بيراميدز انا مقتنع بالفكره وبشجع النادي من 5 سنين. مش بس ماتش نهائي الكاس، انا سافرت ورا النادي في اكتر من ماتش. يعني ماتش الاهلي اللي كان في الدور الثاني في الدوري اللي كان عندنا في الدفاع الجوي ده انا حضرته، بس ما كانش في نصيب يعني اتغلبنا. موضوع علاقه مجلس الاداره والاهداء اللي انا قدمته للنادي. هم الناس لما جم اسوان انا حضرت ماتش في استاد اسوان، وقابلت مجلس الاداره المهندس ممدوح عيد وعمر بسيوني واستاذ عمر مدحت. الناس كلها ناس محترمه يعني، وساعتها حتى المهندس ممدوح عيد اداني تيشرت النادي يعني كنوع من التكريم يعني. وانا لما كنت موجود في نهائي الكاس يعني كنت واخد معايا درع كده قدمته للنادي كنوع من الاهداء والتكريم للنادي يعني. بالنسبه لموضوع الانتقادات انه ليه بتشجع بيراميدز، انا مقتنع بالفكره يعني مش شرط لازم كل الناس تشجع اهلي والزمالك، بس انا مقتنع بالفكره ومصدق فيها، وان شاء الله يعني الفريق هيكبر وناس كتير هتشجع النادي، ومن دلوقتي في جماهير كتير للنادي. اي نعم ما بقوش بالملايين زي ما باقي الانديه ليها جماهير بالملايين، لكن ان شاء الله العدد هيزيد في المستقبل. انا شايف ان بيراميدز اضاف كتير للكره المصريه وغير من الخريطه بتاعت الكره في مصر. صحيح ما كناش موفقين في موضوع البطولات، لكن وصلنا نهائي الكونفدراليه قبل كده، قبل نهائي الكونفدراليه كاس مصر مرتين نهائي، وكاس السوبر مره. في حاجات يعني مش بره الكوره كانت بتحصل، يعني مش حابين نتكلم فيها، لكن الحمد لله وان شاء الله يعني بطوله الكاس دي هتكون بدايه البطولات في الفتره اللي جايه ان شاء الله.